مرحبا بكم في قناة معلومات مغربية أندلسية. في يوم 28 فبراير من كل سنة يحتفي إقليم الأندلس أندلسيا المتمتع بالحكم الذاتي في إطار السيادة الإسبانية باليوم الوطني للأندلس. لكن القوميين الأندلسيين في إسبانيا يصرون على اعتبار يوم 4 دجنبر هو اليوم الوطني الحقيقي للأندلس بسبب حدث تاريخي عظيم حدث في ذلك اليوم. وللتعرف أكثر على الخلفيات السياسية ليومي 28 فبراير و4 دجنبر وموقعهم في خارطة الأحداث الأندلسية، سنقدم في هذا الفيديو كرونولوجيا مختصرة لتطور الأحداث بإقليم الأندلس منذ سنة 1975 ميلادية. في أكتوبر من سنة 1975 تحول مرض حاكم إسبانيا الجنرال فرانسيسكو فرانكو إلى احتضار أدى إلى موته في 20 نوفمبر 1975، وتولية خوان كارلوس ملكا على إسبانيا في 22 نوفمبر 1975. وبموت فرانكو مات نظامه وانفتح عهد جديد على إسبانيا والقومية الأندلسية والإسلام في الأندلس. يوم الرابع من دجنبر 1977 وأمام ظهور السلطات الإسبانية خرج أكثر من 2.5 مليون أندلسي إلى الشوارع الأندلسية حاملين الأعلام الخضراء والبيضاء، إضافة ل600 ألف أندلسي خرجوا في برشلونة وآلاف أخرى بباقي المدن الإسبانية. مطلب المتظاهرين تركز في منح إقليم الأندلس حكما ذاتيا لتسيير شؤونه بكل استقلالية وسيادة. هذه الهبة الشعبية العظيمة حطمت أسطورة القائلة بأن الأندلسيين لا يملكون هوية خاصة بهم تميزهم عن باقي سكان الجزيرة الإيبيرية، وبأن معظمهم لا يرغبون في حكم ذاتي. أيقونة هذه المظاهرات كان هو الشاب الأندلسي مانويل خوثي كاباروس، الذي أردته الشرطة قتيلا في شارع تطوان بمدينة مالقا الأندلسية وهو يحاول رفع علم أندلسي فوق مبنى المجلس الإقليمي للمدينة. رغم هذه المظاهرات الحاشدة، أصر رئيس الوزراء الإسباني آنذاك أدولفو سواريز على رفض الاعتراف بالهوية الأندلسية، مما خلق أزمة داخل حكومته وحزبه، حيث استقال أحد الوزراء وبعض النواب الأندلسيين مقدمين مصلحة الأندلس على مصالحهم الشخصية. سنة 1979 أمام تأزم الوضع وتدخل الملك، تراجع رئيس الوزراء سواريز عن موقفه وقرر تنظيم استفتاء شعبي بإقليم الأندلس، ووضع شروطا تعجيزية تجعل من المحال منح حكم ذاتي للإقليم. يقول الدكتور علي الكتاني: لم تكن الحكومة المركزية برئاسة حزب اتحاد الوسط الديمقراطي ترى بعين الرضا نهوض القومية الأندلسية، ولا كانت تحبذ حصول الأندلس على الحكم الذاتي، وكان الحل الدستوري الوحيد للمشكل هو إجراء استفتاء شعبي في الأندلس يستفتى فيه الأهالي عن رأيهم في الحصول على الحكم الذاتي. وفي 3 أكتوبر 1979 اجتمع سكوديرو رئيس المجلس الأندلسي الأعلى بأدولفو سواريز رئيس الوزراء، واتفقا أن يكون موعد الاستفتاء بتاريخ 28 فبراير 1980، وبالتالي ف 28 فبراير هو ذكرى الاستفتاء على منح الأندلس حكما ذاتيا. وبعد تحديد الموعد أخذت الأحزاب الأندلسية تقوم بالترتيبات اللازمة لتفسير معنى الحكم الذاتي للجماهير وحثها على التصويت، بينما ابتدأت الحكومة المركزية تفكر في إفشال الاستفتاء أو تأخيره، وحددت شروطا تعجيزية وقاسية لإنجاحه، منها أن يجرى الاستفتاء في 8 مقاطعات هي ويلبا، إشبيلية، قادس، قرطبة، مالقا، جيان، غرناطة وألميريا، وأن تجيب كل واحدة منها بأكثر من 50% من الناخبين المسجلين بالموافقة على السؤال التالي: هل توافق على المضي في المبادرة المذكورة في المادة 151 من الدستور الإسباني وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة؟ وإذا كانت الإجابة أقل من 50% في إحدى المقاطعات عد الجواب سلبيا في كل الأندلس، ولم تطبق هذه الشروط المجحفة في أي منطقة من مناطق إسبانيا، لا في أوسكادي ولا في قطالونيا ولا في غيرهما. كما واجه الأندلسيون مصاعب أخرى تمثل أهمها في البداية المتأخرة لحملة الاستفتاء وعدم دقة اللوائح الانتخابية التي كان أساسها إحصاء سنة 1975 الذي ضخم فيه عدد السكان للحصول على دعم حكومي أكبر، إضافة لعدم شطب أسماء الأموات منها، ما يعني أن عددا كبيرا من الموتى والغير موجودين أصلا سيحتسبون كمقاطعين وبالتالي مصوتين بالسلب. بل إن السلطات المركزية بمدريد
أرسلت قبيل الاستفتاء بالأندلس حافلات محملة بالمخبرين للتجسس على مواعظ القداسات بالكنائس الأندلسية، لكن الأندلسيين فطنوا لهم فشتموهم وطردوهم إلى مناطقهم. رغم كل ذلك، صوت الأندلسيون لصالح الحكم الذاتي بنسبة حوالي 56% من مجموع اللوائح الانتخابية، صادحين بذلك بأنهم قومية قائمة بنفسها ومن حقها تسيير شؤونها بكل سيادة وحرية. اعتقد الجميع أن يوم الاستفتاء هذا 28 من فبراير 1980 هو نقطة تحول فارقة في تاريخ الشعب الأندلسي، فاتخذوه عيدا وطنيا بعدما كان ولا زال 4 من ديسمبر ذكرى الانتفاضة الشعبية لسنة 1977 ذكرى غير رسمية. لكن مجرى الأحداث كان غير ذلك، فالدولة الإسبانية لم تكن جدية في منح الأندلس حكما ذاتيا حقيقيا. يقول الأندلسي منصور قاشتيليو مورون عن التصويت لصالح الحكم الذاتي في مقال له في عام 2013: انتصار شعبنا هذا أعيد طبخه وتجهيزه وإدارته بشكل سيء من طرف الساسة مدعين لمدريد والذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون بشعبنا وبتاريخنا. وهكذا بعد 33 سنة نجد أنفسنا مع رؤساء ليسوا أندلسيين يولون وجوههم كل صباح شطر مدريد ليروا ما يقال هناك. نحن الأندلسيون الذين تظاهرنا يوم 4 من دجنبر وصوتنا بنعم يوم 28 من فبراير، اعتقدنا أنه أخيرا استعدنا نحن الأندلسيون هويتنا الضائعة منذ سنة 1492. يقصد تاريخ سقوط غرناطة. بكل براءة وضعنا ثقتنا في الساسة الجدد، آملين أن تضيء الشمس للجميع، ألا تبقى ساحات البلدات مزدحمة بالعاطلين، أن يعيدوا لنا بعد ما يدينون لنا به. لكن لا شيء من ذلك تحقق، فمبلغ الدين التاريخي لإسبانيا تجاه الأندلس تقلص إلى مبالغ هزيلة، والبطالة وصلت إلى أرقام قياسية أصبحت تحتل معها الأندلس قائمة المناطق الأوروبية التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة. أما بالنسبة للهوية الأندلسية فيقول منصور قاشتيليو: لم نحرز أي تقدم فيما يخص الهوية، فأطفالنا لا يتعلمون في المدارس تاريخ الأندلس، واقتصادنا هو اقتصاد خدماتي. أما السياحة فهي في يد وكالات الأسفار والفنادق الكبرى وملاعب الجولف التابعة للأوروبيين، بينما نحن نعد الكؤوس، نغسل الصحون، ونوضب الأسرة وأشياء أخرى. ويصف المنسق العام لمنتدى ابن أمية فورو أبن أمية لويس كالديرون دياس، معروف بياسر الأندلسي، الوضع قبل وبعد الحكم الذاتي. على الصعيد السياسي المشاكل لا زالت قائمة ولم تجد أي جواب. رغم الخطابات الانتصارية للحكومة الأندلسية، فمعدل البطالة لا زال واحدا من أكثر معدلات الفظيعة، ليس فقط على صعيد الدولة الإسبانية بل على صعيد الاتحاد الأوروبي. أما البنية التحتية للطرق الداخلية الرابطة بين المناطق والبلدات فلم تتحسن بشكل جوهري، ولا زلنا نحتل المركز الأول المهين في ترتيب البؤس في الاتحاد الأوروبي. لقد تحول تاريخ 28 فبراير من يوم يحتفى به إلى ذكرى لخيبة الأمل والإجهاض حلم الأندلسيين في التحرر والاستقلال. لهذا يبقى يوم 4 دجنبر ذكرى الانتفاضة الشعبية لعام 1977 وهو اليوم الوطني لفئة مهمة من الأندلسيين، لأن مطالب تلك الانتفاضة لم تحقق بعد. لكن الحكومة الأندلسية التابعة لمدريد تحتفل ب 28 فبراير كيوم وطني رسمي، بينما لا تعتبر ذكرى 4 دجنبر كذلك ولا تعيره أي اهتمام.